لك يا اختي طولي بالك، شو عم تعملي انت؟ ما ضل علينا غير اصابع رجلينا تتدخل فينا، بدي انتحر. إيه تمام انتحري، ما عندي مشكله، بس مو من فوق الكرسي. ايه ما دخلك انت؟ نحن البنات من بزقه بنموت. ايوه ايه تصطفلي، ما راح اتدخل فيك، يلا تجني وتعفسك بالناقص يا. ايه معلش خليها تجي ماما، وانا ناطرتها اساسا. ولي على انت يا بنتي، شو عم تعملي؟ اكسكيوز مي من حضرتك ماما، بس انا قررت اني انتحر. اوف بدك تنتحري؟ ليش لك بنتي، ليش خير، شو في؟ هيك ماما هيك زهقانه من الحياه ومالك، قلت حالي انتحر وارتاح منكم. يعني ما في اي سبب لانتحارك؟ طبعا ما في سبب، لكن ما في سبب للانتحار. السبب انه رفيقتي صارت 100,000 متابع على التيك توك، واهلها جابوا لها مكياجات وما مكياجات وقصص صار لها لنوة، وانا لحد لل 10,000 ما عرفت اوصل لك ماما. الله مشان هيك بدك تنتحري، لانه رفيقتك صار عندها متابعين اكثر منك، وانا فكرت في شيء والله. لا اطمني ماما، مو مشان هيك. ليكي ياسمين بدي عدل ال1.5 هاد مو لل3، بدك تكوني نازله تحت، فهمتي ولا لا؟ ليكي ماما والله لازم تعرفي بس تحالي من فوق الكرسي. عصب والله انا عن ابوكي.